الحق يا جوهري، نصب عليا. شقى عمري كله راح في الساحل. طبعا عشان انت اتقالك حاجات وما لقيتهاش، قالك هتستلم وما استلمتش ورحت لقيت الشط صخري. مش ده اللي حصل معاك؟ خليني اقول لك على 3-4 نصايح لازم تعرفهم ولازم تعمل بيهم قبل ما تشتري مع الساحل، ولازم يكون معاك مستشار عقاري. وليه لازم يكون معاك مستشار عقاري وامين مش عايز يبيع لك وخلاص؟ بص، اول حاجه لازم اعرف المشروع ده في الكيلو كام، والكيلو كام معناه لازم اعرف هل الشط بتاع المشروع ده رملي ولا صخري، واروح اشوفه بنفسي ما صدقش حد. تاني حاجة لازم أعرف الشركة المالكة للمشروع وسابقة أعمالها، هل سابقة أعمالها سلمتها ولا ما سلمتهاش، ولو سلمتها أعرف الكومنتات بتاعة الكلاين بتتحل ولا ما بتتحلش، لو في مشكلة بتحلها ولا بتدوخك من مسؤول لمسؤول. لازم أعرف إيه نسبة الإنشاءات بتاعة المشروع، إيه هل مباني كتيرة ولا لاندسكيب ولاجون كتير، هل قالوا لي اول ما هفتح شباكي هكون على البحر ده فعلا ولا كلام بياع عشان ياخد منك الفلوس ويمشي. خلي بالك من الحاجات دي. لازم يكون معاك مستشار يحسب لك انت هتدفع كام وهتاخد القيمة بتاعت العقار تساوي الفلوس ولا لا، هل الخصم اللي انت خدته في الساحل ده حقيقي ولا هو زود عليك واداك خصم عشان يوهمك انه خصم. لازم اخلي بالي قوي مين الفاسيلتي اللي موجوده معايا في المشروع نفسها، الكلاينت اللي حواليا او الجيران هيكونوا مين، كل ده. ولازم اعرف حته مهمه قوي، هل الشركه بتصين ولا مش بتصين، في سكيورتي حقيقي ولا كقلته. كلم ميسرة الجوهري عشان يديك معلومه جديده عن مكان جديد. خلي بالك عشان ما تبقاش ضحية شريت عقار وضاعت فلوسي زي ما انت حصل معاك.